السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اقولك على شوية افكار كده للسحور ان شاء الله. عندنا 4 وصفات. عندنا كده ده شرش الجبنة اللي بنعملها في البيت، وعندنا جبنة قريش، وعندنا ربع كوباية من الزيت، معلقتين من اللبن البودر لو وجد عندك، ومعلقتين من النشا او الكورن فلاور، وعندنا قشطة من وش اللبن. هناخد كده معلقة او اللي موجود. هنبدأ كده نعمل الجبنة اولا. عندنا بيض مسلوق وبطاطس مسلوقة ومعلقة من الثوم المفروم. هنحط عليها كده مكعب زبدة. هنعمل وصفتين من البطاطس. الزبدة دي مشتركة بين الثلاث وصفات. وعندنا الفول الجميل اللي بندمسه في البيت، دمسته وضربته في الكبة يبقى جاهز كده على الاكل على طول. وعندنا البيض المسلوق. هنعمل الاول نعمل النشا على النار واللبن البودر مع شرش اللبن ده، هيطلع جبنة كريمي جميلة جدا ومش مكلفة. هدوبه كده على البارد وبعدين ارفعه على النار. عندنا كده رشة ملح او زي ما انت عايزة الجبنة تبقى الحياء بتاعها زي ما انت عايزة. هقلبه كده على نار هادية لحد ما يتماسك معايا والنشا يستوي. خلاص بقى بالقوام ده هنزل عليه بمعلقة القشطة. دي قشطة لباني من وش اللبن. هنزل بيها كده مع النشا، هدوبها كويس. وبعدين انزل بربع كوباية الزيت، بس الزيت يكون زيت نظيف ما يكونش ليه اي ريحة، يكون طعمه حلو. هطفي بقى النار واقلبهم كده لما يندمجوا في بعض كويس واسيبهم يبردوا. هقلبهم كده كويس. كان في حوالي ربع معلقة كده قشطة، فقلت احطها بالمرة. حطيتها كده ودوبتها في الخليط. هتطلع جبنة كريمي جميلة جدا. شرش اللبن ده ما بنرموش، كنا بنعمل بيه معجنات برضو حلو كده. ركنت النشا كده يبرد على جنب، وهعمل بقى الوصفة التانية من البطاطس دي. هنعمل بطاطس بالزبدة والثوم، بتبقى جميلة جدا. ما تنسوش الدعاء لأهل غزة، ربنا يتقبل شهدائهم ويفك الحصار عنهم يا رب، وينصرهم على أعدائهم. نزلت كده بالبطاطس، اقلبها تقليبة حلوة كده ونملحها كويس. ونشوف الوصفة التانية. هحط كده الزبدة. هنزل بالبيضة المسلوقة. ممكن تعمليها بالبيض المقلي بتبقى جميلة برضو، بس بتبقى ليها طعم تاني غير البيض المسلوق. وصفات جميلة حلوة للسحور، مش مكلفة برضو. هرس البيضة كده كويس مع الزبدة، وانزل عليها بباقي البطاطس. احط لها بقى ملح وفلفل، بتبقى جميلة جدا.
هنزل كده بملح وفلفل. هدمجها كده ببعضيها ونرجع نشوف الوصفة التالتة. هنزل كده بالزبدة وعليها البيضة المسلوقة علشان نعمل البيض بالفول المسلوق، الفول بالبيض المسلوق معلش، بيبقى جميل جدا بالبيض المسلوق ده يعني، ومع الزبدة بيبقى طعمه تحفة. ده بيبقى سندوتشات كده في بتوع المطاعم بيعملوه، بتوع العربيات بيبقى جميل جدا، والسندوتش بمبلغ وقدره يعني تحفة. هننزل عليه كده بالفول. الفول انا ضرباه في الكبة فهتلاقيه ناعم خالص كده. انزلي بقى كده بالكمية اللي انتي عايزاها. متنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نحط له بقى ملح ونديله تقليبة كده. نروح نشوف بقى النشا برد عشان نعمل الجبنة الكريمي ويبقى احلى سحور. كده عملنا البطاطس بالبيض والفول بالبيض والبطاطس بالثوم. كده برد النشا. هنزل عليه كده بحوالي 5 معالق كده كبار جبنة قريش او جبنة علب زي ما تحبي. ممكن تضربيه في الخلاط او تضربيه بالهاند بلندر او اي حاجة موجودة عندك، او حتى المضرب اللي هو بنضرب بيه البيض. انا عملتها كده بالمضرب السلك عادي، مش فيش مشكلة عشان كنت مستعجلة. شايفين جميلة ازاي؟ يا رب تكون الوصفات عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوناش بقى في لايك وشير، وما تنسوناش من صالح دعائكم. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوناش بقى في اللايك. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.